السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتي أحلى الوصفات يامي، ويا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن الأحوال. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الرز من غير ما نقف عند زحمة الجزار، وهقول لكم إزاي نعملها في البيت من غير كبة علشان اللي مش متوفر عنده كبة، ومن غير مفرمة لحمة ومن غير محضر طعام. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير مظبوطة من غير ما تفك منك، وهتحضروها في دقايق إن شاء الله. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو وعجبكم قناتي تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة. تعالوا نسمي بسم الله ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هحتاج حزمة بقدونس ونص حزمة شبت وحزمة كزبرة، غسلتهم كويس وصفيتهم من المية واخدت منهم الورق بس. وهحتاج نص كيلو لحمة جملي مفرومة، وبصلة متوسطة، ونص قرن فلفل حامي اختياري، و10 فصوص توم، ونص كوباية مية، ونص كيلو من دقيق الرز ما يعادل 500 جرام. دقيق الرز متوفر في اي سوبر ماركت كبير او اي هايبر ماركت. ولو مش متوفر دقيق الرز هتنقعي نص كيلو من الرز العادي، هتنقعيه حوالي من نص ساعة لساعة، وبعدين اغسليه وصفيه من المية وافرديه على فوطة لتاني يوم لغاية ما ينشف تماما. وبعدين اطحنيه في مطحنة الخلاط، وما تمليش المطحنة قوي علشان يطحن معاكي كويس. وبعدين انخليه بمصفى سلك، ولو في حاجة خشنة ارجعي اطحنيه تاني لغاية ما يبقى معاكي دقيق الرز ناعم. ودلوقتي هبتدي في الخلاطة اقطع البصلة، وما تكتريش كمية البصل علشان البصل هو اللي بيخلي الكفتة تفك. واقطع الفلفل، والفلفل اختياري. وبعدين اضيف الثوم ونص كوباية المية علشان تخلي البصلة ناعمة جدا. وابتدي اخلطهم في الخلاط زي ما حضراتكم شايفين لغاية ما يتخلطوا كويس جدا. وبعد ما خلطت البصل والثوم والفلفل والمية هبتدي اضيف الخضرة المشكلة واخلطهم في الخلاط زي ما حضراتكم شايفين. ودلوقتي هبتدي احضر دقيق الرز. هحتاج 500 جرام من دقيق الرز، ووزنتهم بالميزان وعايرتهم بالكوباية علشان اللي مش متوفر عنده ميزان. جم 3 كوبايات من دقيق الرز. هضيف عليهم نص معلقة صغيرة بهارات مشكلة او السبع بهارات، ونص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة كزبرة، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر بتخلي العجينة هشة ومش مكتومة، ومعلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة سكر. هبتدي اخلط المكونات مع بعض زي ما حضراتكم شايفين، واضيف عليهم الخضرة والبصل والثوم، ونص كيلو من اللحمة الجملي المفرومة، وابتدي اعجن المكونات كلها مع بعض بالشكل ده.